السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. على الرغم من ان واجهة شاومي دلوقتي بقت حاليا متواجدة في جميع التليفونات شاومي اللي موجودة في السوق، الا ان في بعض الناس لسه مش عارفة مدى اهمية والمميزات اللي موجودة في الواجهة دي. وانا النهاردة جاي في الفيديو ده هقول لك على بعض المميزات اللي موجودة في الواجهة دي انت ما خدتش بالك منها. وانا عارف ومدرك تماما ان الفيديو ده متأخر، ولكن انا ما حبيتش اعمل الفيديو ده الا لما اكون جربت الواجهة بنفسي، وهي فعلا الواجهة لسه نازله لي من حوالي اسبوعين تقريبا او 3 اسابيع، والفيديو ده اتأخر شويتين 3 4 باسباب كتيرة جدا، منها ان احنا بس ايه يعني في دراسة وكده يعني. وفعلا المميزات اللي انا هقولها لك في الفيديو دوت هي فعلا مخفيه، مش انا بتكلم كده وخلاص، هي فعلا مخفيه ومحتاجه شويه دعبس عشان تلاقيها. فمن غير كلام كتير خلينا نبدا في الفيديو. بس قبل ما نبدا ما تنساش تنزل تعمل لايك للفيديو، تشترك في القناه لو اول مره تشوفني، وتفعل زرار الجرس عشان يوصلك كل جديد اول باول. من غير كلام كتير يلا بينا. ونبدأ بأول ميزة، وهي ميزة الفلوتنج اب أو التطبيقات العايمة. باختصار شديد، فمثلا أنت لو فاتح تطبيق وعايز تخلي التطبيق ده عايم على الشاشة تحركه في جميع الاتجاهات وتروح وتجيبه يمين شمال، خلينا اوريها لكم اسهل عشان ما نقعدش نرغي كتير. فمثلا انا فاتح تطبيق اليوتيوب وعايز في نفس الوقت افتح تطبيق الفيسبوك اقلب فيه وانا بتفرج على فيديو، فكل عليك ان انت تفتح الفيسبوك وتحطه في الخلفيه، وبعد كده تدوس على تطبيق الفيسبوك ده دوسه طويله كده بالشكل دوت، وهيطلع لك 4 خانات. هتدوس على الخانه دي، والميزه دي هي الفلوتنج اب، هتدوس عليها هتلاقي التطبيق الفيسبوك بقى عايم معاك على الشاشه، تقدر تحركه في جميع الاتجاهات اللي موجوده في الشاشه. وبرده تقدر تصغر حجم الابلكيشن اللي انت فاتحه، تخليه كده مركون على جنب في اي كورنر في الشاشه، ووقت ما تحتاجه بتدوس عليه دوسه يرجع تاني عايم على الشاشه تقدر تحركه. وليكن مثلا انت خلاص خلصت الفيسبوك وعايز مثلا تقفل كل حاجه، كل عليك ان انت تسحب من اسفل كده الابلكيشن، تسحب تعمل سوايب لفوق، فكده الابلكيشن يتقفل وكل حاجه ترجع زي ما كانت. والميزه دي مش شغاله على الفيسبوك واليوتيوب بس، شغاله على اي ابلكيشن موجود عندك على التليفون. ونيجي بقى لتاني ميزه. طبعا زي ما احنا عارفين ما ينفعش وانت بتتفرج على اليوتيوب وبتسمع من عليه مثلا مزيكا تقفل الشاشه بتاعتك، لان هتلاقي الصوت بتاع المزيكا وقف. دلوقتي في التحديث الجديد بتاع الشاومي الميو اي 12 تقدر تعمل الميزه دي وبرده الصوت يفضل موجود. كل الكلام ده يقدر يتعمل عن طريق اداه جديده اسمها الفيديو تول بوكس. تفعلها ازاي؟ كل اللي عليك ان انت هتخش على السيتنج وتنزل تحت لغايه لما تلاقي خيار اسمه سبيشال فيوتشرز او المميزات الخاصه لو انت عامل تليفونك باللغه العربيه. وبعد كده هتلاقي ميزه اسمها الفيديو تول بوكس او ادوات الفيديو تقريبا ده اسمها، هتدوس عليها وبعد كده هتفعلها لو ما كانتش متفعله، اما لو كانت متفعله فخلاص سيبها. وبعد كده هتلاقي في خيار اسمه المانج اب فيديو او اداره تطبيقات الفيديو، هتدوس عليه وبعد كده هيفتح لك قائمه كده كبيره بكل التطبيقات اللي موجوده عندك على التليفون. هتيجي عند اليوتيوب ومثلا وتفعلها، ومش بس اليوتيوب بس يقدر تشتغل عليه الميزه دي، تقدر تشغلها على اي ابلكيشن موجود عندك على التليفون زي ما قلنا. فمثلا المزيكا دي دلوقتي شغاله وانا عايز افضل سامعها ولكن هقفل الشاشه، هتلاقي كده على الشمال الشاشه فوق كده خط صغير موجود في جنب التليفون، هتعمل سوايب في اتجاه اليمين هتلاقي فتح لك قائمه فيها ادوات كتيره جدا. من ضمن الادوات دي حاجه اسمها بلاي فيديو ساوند ويز سكرين اوف. اول لما هتدوس عليها هتلاقي الشاشه طفت وفي نفس الوقت المزيكا شغاله. Just to find somewhere that finally feels like home. Oh, oh, oh. I hate all this overthinking. تالت ميزة، والميزة دي الصراحة أنا اتبسطت جدا لما لقيتها نزلت في تليفونات الشاومي، وهي ميزة التنقل ما بين التطبيقات اللي مفتوحة في الخلفية عن طريق إن أنت تعمل سوايب كده من أسفل الشاشة، تحرك في اتجاه اليمين تتنقل ما بين التطبيقات اللي مفتوحه. نيجي بقى لاخر ميزه، واللي شايف بالنسبه لي دي ميزه مهمه جدا، وهي خاصه بالناس اللي بتحب تتصور بتليفونها وتخلي شكل الصور بتاعتها حلو ومن غير تعب. فمثلا انت لو قدامك الصوره دي صوره حلوه مش وحشه، ولكن لو جيت تخليها بالشكل ده انهي احلى، دي ولا دي؟ اكيد طبعا دي، لان هنا شكل السما معبر ومخلي الصوره شكلها اوضح وشكلها اجمل بكتير جدا. الفكره كلها ان انت تقدر تعمل دي من غير اي برنامج، كله موجود على واجهه التليفون. طب تعمل الكلام ده ازاي؟ هتخش على تطبيق الجاليري بتاع تليفونك وتختار مثلا الصوره اللي انت عايز تعمل عليها تعديل، وليكن مثلا الصوره اللي احنا اخترناها اللي احنا عملنا عليها في الفيديو دي، هتدوس عليها وبعد كده تفتح قائمه الايديت اللي هي بالشكل ده، هتدوس عليها وبعد كده هتلاقي خيار موجود اسمه سكاي او السماء لو انت عاملها بالعربي يعني. اول لما هتدوس على الخانه دي هيطلع لك كميه اشكال للسماء باوضاع مختلفه، اوضاع مثلا زي الوضع الصني او النايت او الدايناميك او الايفنينج، وبس كده
دي كانت بعض المميزات المخفيه اللي موجوده في واجهه شاومي الجديده الميو اي 12. طبعا الواجهه دي مليانه مميزات كتير جدا، ولكن المميزات دي انت تقدر ان انت تشوفها بنفسك، مش محتاج ان انا اطلع اعمل عنها فيديو. اتمنى الفيديو يكون استفدت بيه باي حاجه، فلو كنت استفدت ما تنساش تنزل تعمل لايك للفيديو، تشترك في القناه لو لسه ما اشتركتش، وتفعل زرار الجرس عشان يوصلك كل جديد عن القناه اول باول. وبالمره تنورني على صفحه الفيسبوك وعلى صفحه الانستجرام، اللينكات كلها هتلاقيها تحت في صندوق الوصف، روح هناك واعمل لي فولو. وما تنساش تعمل شير للفيديو عشان يوصل ناس اكتر ومستخدمين اكتر، وتنزل تكتب لي كومنت عايز تشوف ايه في الفيديوهات اللي جايه. بشكر كل اللي شاف الفيديو ده لحد الاخر، واشوفكم على خير ان شاء الله في الفيديو الجاي. بيس.